بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ طبعا احنا دلوقتي في مول العرب، حبيت أصور معاكم. اللهم صل على حضرة النبي، صلى على النبي كتير يا حبايب قلبي. طبعا كل سنة وانتم طيبين، حلاوة المولد طبعا في أي مكان النهاردة. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. طبعا إسراء بنتي كان أصحابها عازمينها، أصحابها البنات طبعا عازمينها في مول العرب، في مطعم إيطالي. فأنا بصراحة ما عجبنيش خالص المطعم الإيطالي خالص. فكده صورت لكم المول واحنا داخلين كده كنا بندور على المطعم فين، لأن احنا كنا متعودين على منطقة المطاعم. لو حد منكم راحها، ده اللي أنا متعودة عليه في مول العرب. منطقة المطاعم حلوة جدا، الأكل فيها حلو جدا، فيها المتوسط والعالي يعني حلو، يعني بمعنى أصح، يعني الأسعار فيها يعني حلوة ما شاء الله. من زمان مش من النهاردة يعني. فالأكل فيه حلو جدا، تحفة تحفة جدا. فالمطعم الإيطالي ده أول مرة اقترح طبعا أصحابها. فالبيتزا ما كانتش حلوة خالص، المكرونة لا خالص. فأنا زي ما صورت لكم قبل كده، صورت لكم في المنوفي، وصورت لكم في قصر الكبابجي. فما شاء الله كان الأكل فيه حلو جدا. إنما أنا معلش على الصوت عشان تعبانة. إسراء هنا كنا بننزل السلم بتقول لي خلي بالك الا تقعي، كانت بتكلمني وكانت خايفة عليا، تقول لي خلي بالك الا تقعي، لأن كان في حد بيجي فيديوهات كتير على الناس وهي بتقع هنا. قلت لها لا، أنا مش هقع، ما تقلقيش عليا. فما شاء الله المكان حلو جدا جدا، هتروحوا تتبسطوا فيه. بس ادخلوا عن تجربة منطقة المطاعم، انما اللي هي المطاعم التانية دي اللي هي لوحدها دي لا، منطقة المطاعم احلى بكتير. او يمكن في مطاعم تانية فيها حاجات احلى، عشان برضو ما اظلمش الناس التانية. بس بصراحة الايطالي لا خالص، اسعار نار نار نار، والاكل مش حلو، مش حلو خالص. البيتزا جايبينها ما تتاكلش، كنا طلبناها بالجمبري، جايبين يعني الجمبري يتعدي بالواحدة كده. طبعا دي كان دخلت المطاعم دي. فما شاء الله ما شاء الله المكان حلو، اما الاكل لا مش حلو. احنا بنجرب وبنقول لبعض يا حبايبي، لان في ناس بتبقى حابه انها تدخل تجرب المطعم الايطالي ده بقى. وانا اكلت البيتزا في بيتزا هوت، يعني عايزه اقول لكم تحفه تحفه تحفه. واللي انا بعملها في البيت برضو جميله جدا. ده للصحه ديت طبعا. على دخلة المطعم دي كلها مطاعم غير المطاعم التانية. كان الاطفال هنا بتلعب ما شاء الله. صورت لكم بس هو ده المطعم اللي انا بقول لكم عليه. في رعاية الله يا حبايبي، ما ننساش اللايك.